السلام عليكم. شايفين الحلاوه والجمال ده؟ مش هتصدقوا لو قلت لكم ان دي من بواقي اكله، لكن لو تابعتوا الفيديو للاخر هتشوفوا اللي حصل في اكله بايته اتغيرت ملامحها كليا واسمها اختلف كمان. يلا بينا نبدا. انا هنا كان عندي شويه طبيخ بسله بالجزر وقطع اللحمه، قلت اغير او اجدد فيهم واحولهم الى فطيره الراعي او الشيبرد باي. فطيره الراعي بتتعمل باللحمه المفرومه، لكن مش هتقول لا لو اتعمل بالقطع اللحمه بعد ما نفتتها وتطلع حلوه زيها وزي الوصفه الاصليه. شايفين جميله ازاي؟ ما شاء الله، كانت طعمها حلو جدا وتحفه ولذيذ. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا انا مها من مطبخ المهندسه، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. اول حاجه عندي بطاطس قشرتها وقطعتها مكعبات، واحط عليها ميه سخنه وشويه ملح واسيبها تتسلق. عايزين نسلقها تماما عشان تبقى سهله في الهرس. وده الطبيخ البايت اللي قلتلكوا عليه. احطه في طاسه او في حله واسخنه، واحاول اخفف الصوص بتاعه ده، ما اخليش فيه صوص زياده عن اللزوم زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بعد كده البطاطس اتسلقت وصفتها كويس من الميه وحطيتها في بوله، وبعد كده حطيت عليها قطعه زبده وشويه ملح وشويه فلفل وهرستها كويس جدا، وضفت عليها شويه لبن او كريمه لو عندك، وبيضايه واحده وحته جبنه موتزاريلا كده كنت سيحتها في الميكروويف، وقلبت الخليط كله مع بعضه كده. البطاطس جاهزه عندي، والطبيخ نشف من الميه بتاعته نوعا ما. حطيته في الطاجن، وممكن نعملها في طواجن صغيره. واللحمه فتتها لقطع صغيره وخلطتها بالطبيخ وسويت شكلها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ابتدي اوزع عليها البطاطس بالمعلقه كده. فطيره الراعي او شيبرد باي بتبقى عشوائيه، مش شرط ان انا ازوق قوي فيها، حاجه كده بسيطه قوي، مش محتاجه تزويق وزياده في التزويق. زي ما انتوا شايفين كده الاكله جهزت معانا. فاضل لها شويه بقسماط كده على الوش عشان تديها تحميصه وقرمشه من على الوش ما تستوي. ونكون مشغلين الفرن بتاعنا. خدت حوالي نص ساعه، ما كملش نص ساعه. شايفين جميله ازاي؟ بعد ما طلعت رشت على وشها شويه بقدونس كده وهديت خالص، وقطع منها حته ووريها لكم من جوه عامله ازاي. البطاطس كان طعمها جميل والطبيخ برضو كان طعمه جميل. الاكله بتاعتنا خلصت ومخدتش وقت ما شاء الله، وبدل ما نفقد الطبيخ ده او نرميه استفدنا بيه وعملنا اعاده تدوير للطبق بتاعنا. جربوا الوصفه دي واعملوها بالطريقه الاصليه او بالطريقه دي اللي يعجبكم، وان شاء الله تعجبكم وتعجب اولادكم. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.